هانك ميتشل بطل قصتنا الرئيسي كان والده يقول إن الأشياء البسيطة مثل الزوجة المحبة والعمل المستقر والأصدقاء الجيدين والجيران الطيبين تسعد الحياة. كان لدى هانك كل ذلك وكان راضيا. هو وزوجته سارة يعيشان في بلدة صغيرة بولاية مينيسوتا. يعمل هانك في مطحنة أعلاف وسارة أمينة مكتبة من القلائل المحليين الحاصلين على شهادة جامعية. إنه وقت عيد الميلاد. هانك ودود مع جيرانه يحيي الوجوه المألوفة، كما يلتقي بشريف المقاطعة كارل. مرحبا كارل. مرحبا، سنة سعيدة يا هانك. فرض رسوم على الناس. في المنزل يقضي هانك وقتا مع زوجته الحامل سارة. هما سعيدان وواضح أنهما في الحب. لاحقا يأتي شقيق هانك جيكوب مع صديقه لو. يعاني جيكوب في المواقف الاجتماعية. هانك ليس قريبا منه لكنه يقضي وقتا مع جيكوب. مرحبا، كما تعلم عليك أن تزيل هذا القرف عن ما تسميه هناك. يخطط الأخوان لزيارة قبر والديهما، لكن هانك منزعج من انضمام لو إليهم. يصر جيكوب على أن لو بحاجة إلى توصيله. بعد زيارة المقبرة يعودون مع جيكوب وهو يقود السيارة، وفي الطريق يعبر ثعلب يحمل دجاجة الطريق أمامهم. يصاب جيكوب بالذعر ويضغط على الفرامل، لكن الطريق المغطى بالثلج كان زلقا. تنزلق الشاحنة وتصطدم بشجرة. هل أنتم بخير يا رجال؟ نعم، هيا انهضوا اخرجوا. يخرجون لتفقد الأضرار ويتبعون الثعلب إلى داخل الغابة. يأخذ جيكوب بندقيته على أمل أن يطلق النار عليه. أثناء البحث يعثرون على طائرة صغيرة محطمة. حسنا، ها نحن ذا. الأمر يزداد إثارة. دعونا نحضر بعض الشاي. يسوع المسيح. اللعنة، هذه طائرة. ينظر هانك للداخل ويرى طيارا ميتا. أثناء تفقده إن كان الرجل حيا بدأت الغربان تنقر الجثة وأخافته. لا أستطيع رؤية أي شيء. لعنة غراب. ناش الطيار. آه. يسحب جيكوب هانك خارج الطائرة. قبل أن يغادروا يلمح جيكوب حقيبة بالداخل. يفتح لو الحقيبة ويجد فيها 14.4 مليون دولار من فئة 100. يظنون المال من تجارة المخدرات. المكان مخفي تحت الثلج، لن يجده أحد بسهولة. هانك يريد إبلاغ الشرطة، لكن لو وجيكوب يقنعانه بعدم ذلك. الأمر للشرطة الآن. ما رأيك أن نفعل؟ يبقى أحد هنا ويحضر الآخر الشرطة. يحذر هانك أنه إذا وجدت الطائرة فارغة قد يعتقلون. يقترح إخفاء المال حتى الربيع، وإذا لم يأتي أحد للبحث عنه يمكنهم تقسيمه ومغادرة البلدة. يضعون الحقيبة في شاحنتهم. وسرعان ما يمر شريف كارل ويلاحظ وجودهم. يخبئون المال بسرعة. هيا بنا، هيا غطوا المال. جيكوب اصعد إلى الشاحنة، أنزلني. هيا بنا. يتحدث كارل مع هانك الذي يحاول التصرف طبيعيا، لكن كلب كارل يشم الشاحنة. لحسن الحظ يثق كارل بهانك. مع ذلك يرتكب جيكوب خطأ ويذكر الطائرة. وها نحن ذا. لم يتمكنوا حتى من الاحتفاظ بالسر ليوم واحد، دون أن يكادوا يدمرون كل شيء. من يحتاج إلى أعداء مع أصدقاء كهؤلاء؟ حسنا، كنا سنكون جميعا. هل أخبرته عن الطائرة؟ يطرح كارل المزيد من الأسئلة، لكن هانك ولو يربكاه بأكاذيب سيئة. بعد مغادرة كارل يوبخ هانك جيكوب ولو بسبب إهمالهما، ويهدد بحرق المال إذا ساءت الأمور، ويتعهد الجميع بالحفاظ على السر. لاحقا أوصلوا لو إلى منزله. زواج لو من زوجته نانسي مليء بالمشاجرات. عادات لو السيئة تجعل هانك يكرهه أكثر. في المنزل يخبر هانك سارة عن المال ويفرغ الحقيبة على طاولتهما. تشعر سارة بالصدمة. حقا انظري إلى هذا، لقد قال حرفيا إنهم سيحتفظون بالمال سرا تاما. وفورا بدأ يبوح بكل شيء لزوجته. هذه هي اللحظة بالضبط التي تتوقف فيها الصداقة عن أن تعني أي شيء. إنه حقيقي. خلال العشاء تقول سارة إنه لا ينبغي الاحتفاظ بالمال لأنه جريمة. يوافق هانك لكنه يشك لاحقا. فجأة تغير سارة رأيها وتقول يجب الاحتفاظ به، وتنصح بإعادة جزء من المال للطائرة لتجنب الشبهات. يوافق هانك. تطور غير متوقع. زوجته أمين المكتبة بدت صادقة، لكنها الآن تعلم زوجها كيف يتعامل مع المال المسروق. الوجوه الحقيقية تظهر دائما في النهاية. في صباح اليوم التالي يقنع هانك جيكوب بالعودة معه. يشعر جيكوب بالانزعاج لكنه يوافق. ينتظر جيكوب في الخلف بينما يعيد هانك بعض المال إلى الطائرة. الغربان ورائحة الطيار الميت تجعلان المشهد مزعجا.
أثناء الانتظار يصل رجل مسن يدعى دوايت على دراجة ثلجية. يسأل دوايت جيكوب إن كان رأى ثعلبا فينفي جيكوب. يعود هانك ويحيي دوايت، لكن جيكوب يذعر معتقدا أن دوايت قد يكتشف سرهم. لا جيكوب. يهاجم جيكوب دوايت ويطرحه أرضا. يتفقد هانك دوايت ويظنه ميتا ويخبر جيكوب بحاجة لجعل الأمر يبدو كحادث. يأخذ هانك دوايت على الدراجة الثلجية، لكن عندما يستيقظ دوايت ويهدد بالاتصال بالشرطة يخنقه هانك حتى الموت، ثم يدفع هانك جثة دوايت من فوق جسر ليبدو الأمر كحادث. وهكذا وصلنا إلى هذه النقطة. بدأ الأمر بسرقة المال، والآن أصبح جريمة قتل. وداعا لحياتك البسيطة يا هانك. بعد أن أنهى التنظيف يلتقي هانك بجيكوب. يشعر جيكوب بالذنب ويريد أن يعترف بكل شيء. هانك لا يوافقه الرأي. يصر جيكوب قائلا إن هذه كانت قراراته، لكن هانك يكشف الحقيقة، فهو من قتل دوايت. كان على قيد الحياة عندما غادرت. لقد خنقته. لاحقا يخبر هانك سارة بما حدث. تحذره سارة من أن الشرطة قد تتبع آثارهم. يعتقد هانك أن الثلج سيغطي الآثار. تعلن الأخبار عن وفاة دوايت وتقول إنه حادث. تشعر سارة بالارتياح، لكنها تتمنى لو أن جيكوب لا يزال يظن أنه المسؤول وليس هانك. خوفا مما فعلاه يعانق هانك وسارة بعضهما بحثا عن الراحة. في اليوم التالي يتصل جيكوب بهانك في العمل ويقول إنه بحاجة ماسة للحديث معه. يزور هانك جيكوب ليجده مبتهجا. يتحدث جيكوب عن البقاء بعد الربيع لإعادة بناء مزرعة العائلة بحصته من المال. يعارضه هانك مذكرا بأنهما كانا يخططان للرحيل. يقترح جيكوب أن يشتري هانك الأرض له، لكن هانك يحذره أن الأمر سيبدو مريبا إذا أصبح جيكوب ثريا فجأة. يتحول جدالهما للحديث عن والدهما. يقول هانك إن والدهما كان يعاني من مشاكل مالية بسبب الرهنين العقاريين. يذكر جيكوب هانك أن السبب هو أن معظم أموال العائلة ذهبت لصندوق هانك الجامعي. ماذا أحصل عليه؟ كان من المفترض أن أحصل على المزرعة. يهدأ هانك ويقول إن المال لم يعد مشكلة. يقول جيكوب إنه لا يريد الثراء بل يريد المزرعة فقط. أما هانك فمستقبله مع زوجته وطفله الذي لم يولد بعد. أما جيكوب فمينيسوتا هي الوطن. هذا هو وطني يا هانك. لاحقا يزور هانك سارة في المكتبة. كانت تجري أبحاثا واكتشفت أن المال كان فدية لوريثا مخطوفة. كان هناك شقيقان متورطان في الأمر. تري سارة هانك صورة وتسأله إن كان يستطيع التعرف على الطيار الميت، لكنه لا يستطيع. الجسد متضررا للغاية. ترى سارة أن هذا خبر جيد. إذا كان المال من تجارة المخدرات فمن المحتمل ألا يأتي أحد للبحث عنه. تمر الأيام وفي إحدى الليالي يسمع هانك صوتا عند باب البيت، وبينما هو متوجس يذهب ليفحص الأمر ويكتشف أنه لو المخمور. يا إله، لو جاء ليطلب نصيبه من المال لأنه مفلس. هانك وبخوه مذكرا لو بأنهما اتفقا على الانتظار حتى يتم العثور على الطائرة رسميا ولا أحد يبحث عن المال، لكن لو يائس ولن يتراجع. تعرف سأعود لاحقا لأخذ الباقي. هانك شعر بالإهانة من تهور لو وحذره أنه إذا طلب المال مرة أخرى سيحرقه غدا. لو وقد أصبح غاضبا الآن يكشف خدعة هانك ويخبره أن يعقوب أخبره عن الحادثة مع السيد دوايت ستيفنسون. شوف، يعقوب قال لي سر صغير يا سيد المحاسب. هانك يحاول إقناع لو قائلا إنهم جميعا في هذا معا، لكن لو يهدد بالذهاب إلى السلطات. هو فقط قاد سيارته عن الجسر أقصد. هل تصدق ذلك؟ هل تصدق؟ يخبر هانك لو سيعطيه جزءا من المال، لكنه يقول المال مخبأ على بعد مسافة يوم كامل. يعد لو بأنه سيحصل على نصيبه. يكذب مرة أخرى يقول إن المال مخبأ بعيدا، لكنه في الحقيقة يحتفظ به قريبا تحت أنظار الجميع. أتساءل كيف ستنتهي هذه الكذبة. يعترف لو بأنه مدين للناس بالمال وبحاجة ماسة للمساعدة. هانك يعطيه بعض النقود في الوقت الحالي. لو لا يشعر بالرضا، لكنه يختار أن يثق بوعد هانك. بعد فترة قصيرة تلد سارة فتاة صغيرة ويأتي جيكوب لزيارتهم، وأثناء وجوده يواجه هانك جيكوب ويسأله كيف استطاع أن يخونه بإخبار لو بسرهم. هانك يشعر أن على جيكوب أن يختار جانبا الآن. لماذا تتحدثان دائما عن الأطراف؟ لا، ما يوجد طرف. انتظر لحظة واحدة. الآن من سيكون؟ لا أنا أملأ. يحضر جيكوب هدية للمولودة الجديدة، وهي لعبة كان يلعب بها عندما كان طفلا. هانك يقدر لافتة أخيه، لكن سارة تشتكي من أن اللعبة رائحتها قديمة وليست مناسبة لطفلتهم.
بعد الولادة تصبح سارة أكثر دهاء. تقنع هانك بأن يلفق التهمة للو في جريمة قتل دوايت. خطتها أن تجعل لو يسكر ثم تخدعه ليعترف بالجريمة وتسجل الاعتراف. لا مجال للمزاح بالاعتراف للشرطة، كل واحد منكم يتظاهر بذلك. عندما يسمع جيكوب هذا يصدم من قسوة هانك، ومع ذلك هانك هو أخوه، لذا يوافق جيكوب على المساعدة. وقبل تنفيذ الخطة يزورون سوزان لتناول العشاء احتفالا بسلامة المولودة، وبعد الوجبة تمنحهم سارة وقتا للحديث على انفراد. خلال الحديث يكشف جيكوب عن أمر صادم. ماذا فعل؟ انتحر كما تعلم. يخبر جيكوب هانك أن والدهما لم يمت في حادث، بل في الحقيقة أنهى حياته بنفسه على أمل أن تساعد أموال التأمين في سداد الديون وتثبيت أوضاع العائلة المالية. هانك لم يكن يعلم بهذا، وكل ما يستطيع فعله هو الجلوس بصمت. أنت تعرف ماذا؟ لا. كان هانك. نعم. ماذا؟ أنت تعرف ذلك هانك. قريبا ولحزن جيكوب الشديد يزور الشقيقان لو في حانة، يتركانه يشرب بقدر ما يشاء. يسكر لو بسرعة ويبدأ الهذيان بكلام غير مفهوم. قبل وصولهما للاعتراف يفتعل لو شجارا مع رجل آخر فيضطران لجره وإخراجه وأخذه للمنزل. في منزل لو يواصلان جعله يشرب الويسكي ليسكر أكثر. يظن لو بسذاجة أن هانك أخيرا بدأ يتقرب منه. لو أنت ساذج جدا. هل كان يعتقد حقا أنه بعد كل ما حدث أصبحوا أصدقاء فجأة؟ هو على وشك أن يتعلم درسا مؤلما. يعني اللعنة. أنت تعرف يعني ما هو مثل ماذا عن إعلان تلفزيوني؟ هانك مستعد لتسجيل اعتراف لو، وفي هذه الأثناء تستمر زوجة لو نانسي بالنزول للطابق السفلي لتوبيخ زوجها. عندما يذهب لو للمطبخ للتعامل معها يخبر هانك جيكوب أنه لا يمكنهم إضاعة الليل كله، ويجب أن يجعلوا لو يتكلم قريبا. جيكوب يبدو شاحبا وغير مهتم بما هم على وشك فعله بصديقه. عند عودة لو ينفجر جيكوب فجأة في وجه هانك ويفسد خطتهم. ما خطبك يا رجل؟ يخبر جيكوب لو أن يلاحظ كيف أن هانك بالكاد يشرب، فهو فقط يتظاهر بأنه يحتسي من كأسه. يضحك لو معتقدا أنهم فقط يمزحون مع بعضهم البعض، حتى أن جيكوب يقلد هانك، مما يجعله هو ولو يضحكان على جدية هانك. بصراحة هذا جعلني أبتسم. من المضحك أنه وسط كل هذا الوحل والخطر لا يزال الأخوان يمزحان، لكن ربما قريبا لن يبقى أحد ليضحك. يا شباب هيا أنتم تعرفون. انتظروا. عندما يطير الغراب ويضربه في رأسه بمنقاره. هذا جيد. ثم يقول جيكوب شيئا غريبا، يمزح قائلا إن هانك يخطط للاعتراف بكل شيء للضابط كارل. هذا يثير غضب لو الذي ينهض غاضبا من مجرد فكرة أن هانك قد يفكر في الوشاية بهم. لكن جيكوب يحول الأمر بسرعة إلى مزحة، مقترحا على لو أن يقلد هانك وهو يعترف بقتل دوايت. وبما أن لو كان ثملا وسهل الإقناع يوافق عندما يشجعه جيكوب. يبدأ لو في أداء الاعتراف المزيف. حسنا هانك كيف حالك؟ مرحبا، كيف حالك؟ أنا اجلس. حبيبتي، الأمر يتعلق بدوايت ستيفنسون. عن ماذا تتحدث؟ لا أنا قتلته. يسجل هانك الاعتراف الكاذب ويحصل بالضبط على ما أراد، ومع ذلك سرعان ما يعود لو ليصبح وقحا من جديد. وبعد أن شعر بالقوة الآن يخرج هانك جهاز التسجيل ويجبر لو على الاستماع. أنا قتلته. أنت قتلت دوايت ستيفنسون؟ هذا صحيح. يصبح لو غاضبا جدا عندما يدرك أنهم خدعوه. يشهر مسدسا في وجوههم. يحاول الأخوان تهدئته، لكن لو يشعر بالإهانة ويواصل تهديدهم. وعندما يرى الخطر يمسك جيكوب بندقية من شاحنته ويعود مستعدا لإطلاق النار على لو إذا لزم الأمر. أنا حقا مصدوم. لقد وصلوا الآن إلى مرحلة الاستعداد لقتل بعضهم البعض من أجل المال. ألا يدركون أن حياتهم لن تتحسن بعد كل هذا؟ إنهم فقط يواصلون حفر قبورهم بأيديهم. وفي هذه الأثناء نانسي لا تزال على الدرج تسأل عما يحدث. لو متجاهلا إياها يطالب هانك بحصته. يقول إن الأشخاص الذين يدين لهم سيأخذون شاحنته قريبا، وهو بحاجة ماسة إلى المال. هل تعتقد أنه صديقك؟ سأريك. هيا دعونا نجلس جميعا. تزداد الأمور سوءا عندما يطلق لو رصاصة في مكان آخر ليظهر مدى جديته، ثم يوجه المسدس مباشرة نحو هانك مستعدا لقتله مرة واحدة وإلى الأبد. عند رؤية ذلك يصاب جيكوب باليأس، ولإنقاذ شقيقه يطلق النار على لو ويقتله.
مباشرة بعد ذلك تركض نانسي إلى زوجها وتبكي فوق جثته، تطلب من هانك أن يتصل بالشرطة ويساعد زوجها، لكن الأوان قد فات، لقد مات بالفعل، وهانك ليس لديه نية لفعل ذلك. يتصاعد التوتر عندما تلتقط نانسي بندقية زوجها وتحاول إطلاق النار على هانك، لكن هانك ينتزع البندقية من يديها ويخبرها أنه لن يؤذيها. مع ذلك تهرع نانسي إلى غرفة، فيضطر هانك لملاحقتها. في المطبخ تلتقط مسدسا آخر وتستعد لإطلاق النار، وبمجرد أن يشعل هانك الضوء تبدأ بإطلاق النار عليه. الآن الجميع يقتل بعضه، وكل هذا بدأ من العثور على المال. ألم يدرك أحد أنه كان الوقت للتوقف؟ لا. لكن جميع طلقاتها أخطأت الهدف. يبقى هانك هادئا ويطلق النار عليها أولا ويقتلها مخزيا. بعد موت لو ونانسي أصبح سر الأخوين بأمان مؤقت. بعد ذلك يطلق هانك النار عشوائيا ببندقية الصيد في المنزل، ثم يتصل بالشرطة متظاهرا بأنه نسخة خائفة من نفسه يسمع طلقات نارية قريبة. يمسح بصماته عن السلاح ويضعه في يد لو ليتهمه بجريمة قتل نفسه وزوجته. وبما أن الجميع يعلم أن لو ونانسي كانا يتشاجران كثيرا ويقللان من احترام بعضهما، فلن تكون هذه القصة مفاجئة للشرطة. ومع ذلك يشعر جاكوب بعبء الذنب، يعلم أنه لا يستطيع الهروب من الموقف بسبب هانك، لكن هانك يتصرف وكأن شيئا لم يحدث ويبدأ في تجهيز جاكوب للإفادة. جاكوب مصدوم للغاية ولا يستطيع مجاراة الأمر. لاحقا يذهبان إلى مركز الشرطة لشرح الحادثة. يلاحظ الضابط كارل أن روايات الأخوين لا تتطابق، فيتم استجوابهما بشكل منفصل. لم يعد هانك قادرا على التحكم فيما يقوله جاكوب، ومع ذلك في نهاية اليوم ينجح هانك وجاكوب في إقناع الشرطة وحتى كارل أن الأمر كان شجارا عائليا انتهى بجريمة قتل وانتحار. وبعد فترة وجيزة أقيمت جنازة لو ونانسي. حضر هانك وجاكوب الجنازة متظاهرين بالبراءة. لاحقا استمتع هانك وزوجته سارة بحياتهما مع طفلهما المولود حديثا. في هذه الأثناء يقضي جاكوب لياليه وحيدا في الحانة، يشرب بكثرة، تطارده أفعاله ويزداد شعوره بالوحدة. متأخرا في إحدى الليالي يزور الشريف كارل منزل هانك، بينما كان هانك وسارة يحممان طفلهما. مرحبا كارل. آمل أنني لم أوقظك هانك، رأيت النور مضاءً يشرح كارل أنه وجد جاكوب مخمورا في الحانة وأعاده للمنزل. يخشى هانك في البداية أن يكون كارل اكتشف الحقيقة، لكنه يرتاح حين يدرك أن الأمر يخص أخيه فقط. بعد شكر كارل يساعد هانك جاكوب على دخول غرفة الطفل ليرتاح ويصحو من سكره. حتى في حالة سكره يعترف جاكوب بأنه يشعر بالشر، وعلى عكس جاكوب يشعر هانك بالقوة والثقة والفخر بحياته. زوجة محبة، طفل سليم، والآن حتى الثروة. تمر الأيام دون مشاكل. كان هانك في محل الحلاقة يحصل على قصة شعر عندما دخل كارل الغرفة وجعل الأجواء متوترة. مرحبا كارل. يذكر كارل أن جاكوب تحدث عن سماعه لتحطم طائرة في الغابة تلك الليلة، ويطلب من الأخوين مساعدة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي نيل باكستر في البحث عن الطائرة المفقودة. يشعر هانك بالتوتر عندما يعلم أن هناك من يبحث عنها، لكنه يوافق على مقابلتهم مع جاكوب لاحقا. في المركز يلتقي هانك وجاكوب مع باكستر وكارل. تصبح سارة مشككة في أمر باكستر، تخبر هانك بأنها لا تعتقد أنه عميل فيدرالي حقيقي، وتظن أنه ربما يطارد المال وجاكوب. هل أظهر لك شارته؟ ولماذا قد يريني إشارة هويته؟ يقلل هانك من أهمية مخاوفها قائلا إن ذلك غير محتمل، لكن سارة تصر أنه لا يجب أن يخرج غدا. تقترح الاتصال بمكتب كارل لتقديم عذر بأن طفلهما مريض ليبقى هانك في المنزل، وتحذره من اصطحاب جاكوب. ومع ذلك يشعر هانك بالإرهاق، ويخبر سارة بأنه سائم من العيش في خوف. يلوم خططها على توريطه في المشاكل، ويعلن أنه سيعيد كل المال. وأثناء صعود هانك إلى الطابق العلوي تكشف سارة عن إحباطها. تتحدث عن حياتهم وكيف أن هانك يعمل بجد دون مكافأة، وكيف تربي طفلهما بألعاب مستعملة، وكيف أن الحياة البسيطة لم تعد كافية، إنها تريد حياة أفضل. نفس الوجبات مرارا وتكرارا ما تسمح به كوبونات الأسبوع. لكن كلماتها تتحول إلى وضع جاكوب. تشير إلى أن لو قد مات، وأن جاكوب يعيش الآن وحيدا في شقة قذرة مع كلبه فقط.
تساءل هانك إلى متى يمكن لأخيه أن يتحمل هذا الوضع. يغضب هانك ويطلب منها أن تتوقف عن الكلام. رغم أنها تتوقف، من الواضح أنها لا تريد أن تعود حياتهم كما كانت. في اليوم التالي يلتقي هانك بكارل في مكتبه لانتظار باكستر، وقبل ذلك تؤكد سارة شكوكها. باكستر ليس عميلا في مكتب التحقيقات الفيدرالي. تتصل بهانك لتحذره مقابلة باكستر وتطلب عودته. إنه هو. ماذا؟ إنه هو هانك. عد إلى المنزل. ومع ذلك يعتقد هانك أن البقاء حذرا أأمن من العودة إلى المنزل فينهي المكالمة. عندما يصل باكستر ويخرج كارل يعتذر هانك قائلا إنه نسي قبعته. يسرق هانك مسدسا وبعض الطلقات من درج مكتب كارل. لاحقا في الغابة يصادفون يعقوب. أظن أنك لن تشارك. هانك يستغرب وجود يعقوب لأنهم اتفقوا ألا يأتي. يشرح كارل طلب من يعقوب إحضار بندقيته للحماية. ينفخ كارل في صفارته ليعطي إشارة لهانك دون علمه أن هانك يحمل سلاحا. ينقسم الفريق للبحث عن الطائرة، وفي النهاية يعثر كارل عليها ويعطي إشارة لباكستر بإطلاق رصاصة في الهواء. وعندما يدرك هانك أن الطائرة عثر عليها ينفخ صفارته بجنون. مرحبا كارل. عندما يصل باكستر إلى كارل ويرى الطائرة يصل هانك ويصرخ بكارل لينظر خلفه. يتضح أن باكستر شقيق لو وقد جاء ليستولي على المال. رغم تحذيرات هانك يطلق باكستر النار على كارل ويقتله، ثم يوجه سلاحه نحو هانك المكشوف. أين أموالي؟ يطالب باكستر بمعرفة مكان المال. مرعوبا أخبر هانك أنه في الطائرة. يسحب باكستر هانك ليأخذه لاسترجاع المال. بالداخل يحاول هانك تعبئة المسدس المسروق، لكن يديه المرتجفتين تسقطان الرصاصات. وبينما يفقد باكستر صبره يطلق طلقات عبر جدران الطائرة تكاد تصيب هانك. يتمكن هانك من وضع رصاصة في المسدس ويخرج مع بعض رزم المال. وعندما يفتح باكستر الحقيبة ليتفقد النقود يوجه هانك المسدس نحوه. ينهض باكستر متسائلا إذا كان هانك قادرا حقا على أن يكون قاتلا بدم بارد. وعندما يحاول باكستر الإمساك بسلاحه لا يتردد هانك ويطلق النار عليه في وجهه. أنا فقط. وسرعان ما يصل جاكوب إلى المكان ويرى الجثتين. وبينما يشعر باليأس يخبر جاكوب هانك أنه لا يستطيع العيش مع هذا الذنب، ويقترح على هانك أن يقتله ويلفق التهمة لباكستر. اجعل الأمر يبدو وكأن الرجل السيء هو من فعلها. هانك. بقلب منكسر ومع علمه أنه لا حل آخر يطلق هانك النار على جاكوب بمسدس باكستر. جاكوب. في مركز الشرطة يروي هانك قصته لوكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي. يعتقد المحققون أن هانك محترم جدا ليكون متورطا في هذه الجرائم ويتم تبرئته كمشتبه به. ومع ذلك يكشفون أن المال كان جزءا من فدية وأن أرقام الأوراق النقدية مسجلة. وبعد أن أدرك أنه لن يستطيع استخدام المال بأمان يعود هانك إلى المنزل ويحرقه كله. هكذا انتهى الأمر. كل ذلك الوحل والقتل والأكاذيب لماذا؟ فقط ليحرق المال في النهاية؟ لقد لعبت الحياة حقا مزحة قاسية عليهم. وفي السرد الأخير يتأمل هانك في كل ما فقد، ورغم أن الحياة تستمر إلا أن ذكريات القتل والخيانة تطارده إلى الأبد. وبهذا ينتهي الفيلم.